والحاره وغادي نقيهم بطبيعه الحال. من بعد ما كتشويو هاد الخضر تكون هكذا حلوه. وشويت كذلك 2 ريوس ديال الفلفله خضراء حاره. غادي ناخذ هاد مطشه والفلفل بجوجهم الحلوه والحاره وغادي نقيهم بطبيعه الحال. من بعد ما كتشويو هاد الخضر هادو كتزمتوهم في شي بلاصه باش كيجيكم التنقيه ديالهم سهله. من بعد ما كيعرقوا كتبداو كتنقيو فيهم. كتشوفوا مطشه كتنقى دغيا ما كتلقى هنا. من بعد ما قالوا هنا كيف ما يكون 15 ضرس كبار ديال الثومه ودرتهم في هذا. اختاروا الطياب ديال المطبوخه هي طنجره يكون القاع ديالها غليظ حيت كتاخذ شويه الوقت في الطياب. درت هذه الطنجره غادي نزيد عليها قياس كاس ونص تكون متوسطه ونخليها غير كتسخن. كاس ديال العنبه كديروا كاس ونص. الناس اللي من بعد ما كتحسوا بالزيت بدات كتسخن كديروا هذاك الراس ديال الثومه اللي دقيتو في المهراز. درت حمرا حلوه والفلفله حاره. غادي نبدا نزيد في التوابل. غادي نحتاج 2 معالق صغار ديال الفلفله حمراء البلديه اولا النيوره. قياس نص معلقه صغيره ديال الكمون البلدي، من الاحسن الكمون البلدي مطحون ومغربل. نص معلقه صغيره ديال البزار الابيض، من الاحسن البزار الابيض. 5 ديال الدقيق. مرحله غادي نزيد مطيشه اللي شويت وقطعت. الصلاع النبي في هذه المطبوخه. من بعد ما دوزات نص ساعه على عافيه مهيله، في هذه نص ساعه حركتها 2 مرات. طبيعه الحال كما قلت كتغطيو الطنجره على حسب الكميه اللي نتوما درتو عندهم. هاد نص ساعه على حسب الكميه اللي نتوما. الناس اللي عندهم هاد الكاس قياس هاد الكاس ديال على حسب الكميه اللي نتوما درتو. وغادي نزيد تحلاوت اللي هي في هذه المرحله غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملح بطبيعه الحال. الناس اللي عندهم هاد الكاس ديال العنبه كتعبروا نص كاس العنبه قل صباع.